قبل 100 سنة كان الصايم بيفطر في بيت الجد. الرجالة كانت بتلبس جواكت وتخلعها. الستات كانوا بيلبسوا كفاطين اللي جاية من بلد العمة. الكفتان هنا كان زي انتقال من يوم عمل طويل لليلة عيلة ممتدة. النقوش اللي على الكفتان كانت زي خرايط، النخلة للبركة، السمكة للرزق، العين للحماية. وكل عيلة كان ليها شكلها زي ما ليها طريقتها في تحضير فطار رمضان. ويلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. الكفتان المطبوع ظهر في مصر من ايام الستينات لما بدأت المطابع تدخل على صناعة الملابس التقليدية. هو بدل ما النقش يتعمل بالإبرة والخيط بقى بيطبع على القماش مباشرة. الطباعة دي سمحت ان الالوان تبقى اقوى والرسومات تبقى اوضح، وكمان سمحت ان الكفتان يبقى اخف واسهل في التنظيف، فبقى مناسب اكتر لليوم العادي مش بس للمناسبات. النهاردة الكفتان المطبوع بيرجع في رمضان بشكل مختلف. مش بنستنى العامة تيجي من المغرب، بنعيد صياغته هنا في مصر. في رودانيا ستايل هتلاقي الكفاطين المطبوعة بالألوان الرمضانية الجديدة. الأخضر التمر، والذهبي للفانوس، والأزرق للسحور. الرسومات كلها مستوحاة من فولكلور بس بشكل معاصر، قصة تناسب الشغل وأكمام تناسب العربية، والأقمشة تناسب الحر والبرد. احنا دلوقتي بندور على حاجة بنلبسها وتحكي قصة، والكفتان المطبوع بيجاوب على القصة دي. فكري الجدة بقصة تناسبك تلبسي في الفطار وتكملي بيها اليوم، وتحافظي على نقشة من زمان في هدوم تناسب دلوقتي. رمضان ده وقت الرجوع، والكفتان المطبوع بيسمح لك ترجعي من غير ما تبقي بره زمنك. رمضان كريم، والكفتان في رودانيا ستايل مستنيكي. وما تنسوش تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام @رودانيا ستايل، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استنوني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل. يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن تاني. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. Bye. Stop.